البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيت اليوم نطلع لكم بطله ولا باكله ولا بطبخه ولا اروع. كاين بزاف منكم اللي ما يعرفهاش وكاين بزاف اللي يعرفها. حبيت نجربها معكم وتعجبكم ان شاء الله، اللي هي تكتوكه تاع الفول بالجلبانه ولا اروع البنات تاعها. نتمنى تعجبكم وتجربوها، تجي بنينه بواحد لاصو، يعني بنينه بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. اكل اقتصادي يومي، فطور ولا عشاء. نقول لكم ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتعجبكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تدخلوا لي كومنت كما العاده يا البنات، ونقول لكم اذا كنتوا ابونيو مع فلاشن، ونقول لكم مرحبا بكم في الوصفات اللي حنقدمهم لكم. ما تنساوش تبارطاجوا لا فيديو هذا مع الحب تاعكم هكا باش تعرفوه كامل ويعجبكم ان شاء الله، والاهم انكم تجربوه. نقول لكم بالنسبه لاصوص عندي فيها، عندي 2 حبات طماط يكونوا مسكرفجين كبار، الزيت، فلفل كحل، الملح، فلفله، الزبيب كامل اللي تحبوهم. ما نساوش الثوم يكون مسكرفج، الزيت نخلوها يتكمل تتجمر يعني تغلي شويه. هنا الفول تاعي مع الجبانات يفوروا. نعاودوا نوليو لاصوص تاعنا لهنايا. بعد ما كانت طابت لي شويه مرقتها شويه بالماء مسخون بطبيعه الحال. من بعد هذاك الفول تاعي اللي كان طاب لي الله انا رايحين نفرغوه فوق اللاصوص تاعي. نقول لكم اذا عجبتكم هذه الوصفه تدخلوا لي الكومنتات يا البنات، اني نقراهم واني نتفاعل معكم ان شاء الله. المهم بالنسبه للفول تاعكم خلوه يطيب مليح، ما تديروا شويه تاع الملح ما يجيش مسوس. من بعد ديروا هذاك الفول تاعكم في اللاصوص هذيك وتخلوه يكمل يتجمر وتغطوه. بعد ما الفول تاعكم هكا تشوفوه بدا يغلي، تخبطوا 3 حبات تاع البيض وتضيفوهم لفوقه وتخلوه يكمل يشرب هذاك البيض تاعنا. وفي الاخر كي يشرب لكم هذاك البيض نتاو ديروا شويه اللمسه بالمعدن تعطيه كوب بزاف بنين. كان هذا هو الشكل النهائي تاعو. ان شاء الله يا رب يكون اعجبكم، يجي بزاف بنين اقتصادي يومي. ننصحكم باش تجربوها من قبل رمضان وتردوا لي في الكومنتار كيفاش جاكم. ونقول لكم يا البنات كان هذا هو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، اقتصادي خفيف كيما راكم تشوفوا، ماشي طويل بزاف. لا فيديو راه فيه 2 دقائق. ما تنساوش تكتبوا لي كومنتار. نقول لكم يا البنات تهلا في روحتكم. نتلاقاو في الوصفات الجايين مع وصفات بنينه اقتصاديه وخفيفه. الى اللقاء، مع السلامه.